كتير مننا بعد ما بيخرج من علاقة صعبة فجأة بيدخلوا في علاقة جديدة بسرعة وكأنهم بيحاولوا يعوضوا حاجة. ده بيكون نتيجة خوفهم من الوحدة أو إحساسهم بالاحتياج العاطفي. بس المشكلة إن العلاقة دي أحيانا بتكون مجرد مسكن مش حل حقيقي. بالظبط كده، وده اللي بنسميه العلاقة التعويضية. والسؤال هنا، امتى العلاقة تكون صحية وامتى تبقى مجرد هروب من الواقع؟ وهل الشخص اللي بيدخل في العلاقة دي بيكون واعي إنه بيحاول يعوض نقص معين، ولا بيكون فاكر إنه فعلا لقى الحب الحقيقي؟ ده اللي هنناقشه النهاردة بالتفصيل علشان نفهم أكتر عن العلاقات التعويضية اللي بتحصل، وإزاي نعرف إحنا فيها ولا لأ، وإيه طرق التعامل معاها بشكل صحي. خليني في البداية أرحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وأرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة مهمة جدا وفيها تفاصيل كتير. جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ معاكي الحلقة ونتكلم في كل تفاصيلها. هبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال مهم: ايه الأسباب اللي ممكن تخلي حد يدخل في علاقة تعويضية؟ في أسباب كتير، بس أهمها إن الشخص بيكون لسه متأثر بالعلاقة القديمة، حاسس بفراغ أو نقص، وبدل ما يواجه مشاعره ويحاول يفهمها بيروح يدور على علاقة جديدة هتسد الفجوة دي. وهنا بيحاول يقنع نفسه إن ده الحل وإنه بيتعافى من العلاقة اللي فاتت، بس الحقيقة إنه بيهرب من مشاعره الحقيقية اللي المفروض يواجهها. والموضوع فعلا بيكون صعب جدا لو حد بيخاف من الوحدة، ما عندوش قدرة التكيف عليها، أو بيكون خايف إنه يواجه نفسه بعيوبه. ودي مشكلة كبيرة، لأن الطرف التاني اللي في العلاقة الجديدة بيكون مجرد وسيلة إنها تعوض اللي حصل، لكن مش شريك حقيقي، وده بيسبب أذى للطرفين. ممكن كمان يكون السبب هو الانتقام، يعني الشخص بيحاول يثبت لنفسه وللطرف التاني اللي في العلاقة القديمة إنه قادر يكمل حياته بشكل طبيعي. وده بيكون مؤشر خطر، لأن العلاقة هنا بتتحول لمجرد إثبات موقف، مش مشاعر حقيقية ممكن يكمل بيها العلاقة. طب هل في علامات ممكن لو شفناها نعرف هل العلاقة دي تعويضية ولا حقيقية؟ أكيد طبعا في أكتر من علامة، لو ظهرت هتعرف وقتها دي علاقة تعويضية ولا حقيقية. زي مثلا العلاقة بدأت بسرعة بعد الانفصال، أو إن الشخص بيعامل الطرف الجديد بنفس طريقة علاقته القديمة، كأنه بينقل التجربة بالكامل بدل ما يبدأ من جديد. وممكن كمان نلاقي إن الشخص بيتكلم كتير عن شريكه القديم، وده معناه إنه لسه متعلق بيه بالعلاقة القديمة. وأضيف معاكي إن لو العلاقة المبنية على الاحتياج مش التفاهم، يعني الشخص بيكون حاسس إنه محتاج حد جنبه بأي شكل، مش لأنه مقتنع بالطرف التاني وعايز يكمل معاه. هنا بقى الموضوع بيكون مدمر فعلا. الشخص اللي دخل العلاقة عشان يعوض نقص غالبا بعد فترة بيحس إن عنده فراغ، وإن العلاقة دي مش بتعالج المشكلة الحقيقية. أما الطرف التاني لو كان حقيقي في مشاعره فغالبا بيتأذي، لأنه بيكتشف إنه مجرد وسيلة أو أداة للنسيان، مش ارتباط حقيقي. وده ممكن يسبب أزمة نفسية ويحس بالاستغلال، وإنه مش كفاية للطرف التاني. وعلشان كده الحل ندخل نفسنا في علاقة جديدة، لكن ناخد وقتنا بعد أي علاقة انتهت، نحاول نفهم ليه وصلنا للنهاية دي، ونشتغل على نفسنا بدل ما نعتمد على أي تعويض خارجي. يا كوتش، ممكن التربية يكون ليها دور في دخول العلاقة التعويضية؟ أكيد طبعا، لأن طبيعة علاقتنا بأهلنا في الطفولة بتكون نظرتنا عن الحب والارتباط. يعني مثلا لو حد اتربى على إنه دايما محتاج تعويض عن أي حاجة بيفقدها، ممكن يفضل يدور على حد يملى الفراغ اللي بيحس بيه على طول. ممكن لو طفل كان بيحس بالإهمال أو عدم الاهتمام من أهله، يكبر وهو عنده احتياج عاطفي كبير يخليه يهرب لعلاقة جديدة على طول بعد أي انفصال. وده لأنه مش متعود على التعامل مع مشاعره لوحده، ودايما بيحاول يلاقي حد معاه بدل ما يواجه مشاعره الحقيقية. وبرضه لو حد اتعود على إنه لازم يكون في علاقة علشان يحس بقيمته، ده ممكن يدخله على طول في علاقة تعويضية بدون وعي. طب لو حد اكتشف إن في علاقة تعويضية، يعمل إيه؟ يكمل ولا ينسحب؟
لو الطرفين متفاهمين ومشاعرهم حقيقية ممكن العلاقة تتحول لعلاقة صحية. لكن لو حد منهم بيستخدم التاني كتعويض أو هروب، هنا لازم يكون في موقف، ويبدأ الطرف المتضرر يفكر كويس قبل ما يستمر في علاقة ممكن تضره بعد كده. والحل هنا إن لازم الشخص يواجه نفسه الأول ويكون واقعي وحقيقي في مشاعره قبل ما يدخل في علاقة جديدة. بالظبط، لأنه لما بيكون متصالح مع نفسه ساعتها بس يقدر يدخل في علاقة ناضجة وصحية. ولو حد لسه خارج من علاقة وعايز يتأكد إنه مش هيدخل في علاقة تعويضية، أول حاجة لازم يعملها إنه ياخد وقته، ما يتسرعش إنه يدخل في علاقة جديدة. يحاول يفهم مشاعره الأول ويحدد هو فعلا محتاج شريك طرف جديد في حياته ولا محتاج وقت لنفسه الأول. العلاقة التعويضية ممكن تكون فخ كبير في حياتنا لو دخلناها بدون وعي، بدون ما نفهم نفسنا ومشاعرنا كويس ونعرف احنا محتاجين ايه بالظبط. لو قدرنا نواجه مشاعرنا ونتعامل معاها صح هندي فرصة لنفسنا اننا نعيش بشكل سوي وندخل في علاقات صحية ومشاعرها حقيقية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.